يمكن الموضوع معك، لكن اسمحي لي أعطي هذا التعليق. يعني أين محل السلام تبعه الاستقرار والسعادة وحسن المعيشة. طبعا ذلك ليس غريب في الدول الغربية أو دول العالم الغربي التي تتفوق على عدد كبير من البلاد العربية من حيث أفضليتها للعيش. نتعرف من خلال هذه القائمة عن أفضل مدن العالم من ناحية العيش، وأيضا عن أسوأها، ونتألم عندما نسمع دول عربية في ذيل القائمة. التقرير لدانا أبو لبن. نشرت مؤسسة ميرسر العالمية دراستها السنوية التي ترتب فيها مدن العالم بحسب مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتحديد أفضل المدن للعيش، وخرجت بقائمة تتألف من 230 دولة مرتبة من الأفضل إلى الأسوأ معيشياً. وفي المراتب الثلاث الأولى جاءت مدينة أوكلاند النيوزيلندية ثالثة، زيورخ السويسرية ثانية، وفيينا عاصمة النمسا في المرتبة الأولى، لتصبح بذلك أفضل مدينة للعيش في العالم بأسره. دبي كانت الأفضل عربيا إذ جاءت في المرتبة 75، بينما جاءت الرياض في المرتبة 64 بعد 100، وتبعتها عروس البحر الأحمر جدة. وفي الوقت الذي توزعت فيه معظم المدن والعواصم العربية لتحتل مراتب لا بأس بها، جاءت 4 من أهم العواصم العربية في قعر القائمة، إذ حلت دمشق التي مزقتها الحرب في المرتبة 24 بعد 200، بعد أن كانت واحدة من أجمل وأعرق العواصم في العالم. شآم أنت فتاتي وأمي، حضنت صبايا، فهل فيك أكبر وعد الدهر فعليت قبري. وبعد دمشق بمرتبتين جاءت الخرطوم في السودان، ومن ثم صنعاء في اليمن. أما المدينة الأخيرة والتي صنفت كأسوأ المدن للعيش في العالم هي بغداد. والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر. لم ترحم الحرب هذه العواصم العربية الجميلة التي احتضنت أهم حضارات العالم. نال منها إرهاب الأنظمة تارة، لتتبعه نيران التطرف فتأكل ما تبقى من أجزائها المتهالكة